السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم معايا في وصفة جديدة من وصفات مطبخنا مطبخ سهام النحاس. النهاردة إن شاء الله وزي ما اتعودتوا معايا في مطبخنا هنعمل مع بعض وصفة من الوصفات السهلة والسريعة. هنعمل مع بعض خلية النحل. هنعملها حادق وهنعملها حلو بعجينة هشة وقطنية جدا يا جماعة. لو جربتوها أنا واثقة جدا إن انتوا مش هتغيروها. هنعملها بمكونات متوفرة معانا في البيت بإذن الله. تعالوا بينا نشوف مكوناتنا ووصفتنا. في البداية أنا عندي 4 كوبايات من الدقيق متعدد الاستعمالات، ونص كوباية عليهم كمان، بس هنخلي نص كوباية دي على جنب يا جماعة، نضيفها بالتدريج شوية بشوية على حسب الدقيق. عندي كوباية من الحليب، نص كوباية من الزبادي، ونص كوباية من النشا، وحوالي معلقتين كبار من الزبدة. عندي كمان نص كوباية من الزيت، وده معيار الكوب اللي أنا هشتغل بيه يا جماعة. الكوب ده أكيد متوفر عندنا في كل مطبخ. عندي معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، نص معلقة من الملح، وبيضة بدرجة حرارة الغرفة. دي مكوناتنا، ويلا بينا نشوف وصفتنا. في البداية أنا هحط كوباية الحليب اللي معايا يا جماعة ويكون دافي عشان الخميرة بتاعتي تتفاعل كويس. أنزل عليه بمعلقة السكر ومعلقة الخميرة اللي معايا. نقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما تختلط الخميرة مع السكر والحليب. والخطوة دي مهمة يا جماعة علشان أتأكد إن الخميرة هتشتغل معايا كويس. ما اضيفهاش على المكونات كلها اللي أنا هشتغل بيها وبعدين أتفاجئ إنها ما اشتغلتش فتبوظ لي بقية المكونات. أغطيها بفوطة نظيفة وأحطها في مكان دافي 10 دقايق لحد ما تشتغل معايا. هنا ضفت الدقيق على نزلت عليه بالنشا والملح، وهقلب المكونات دي كلها كويس جدا مع بعض علشان يختلط معايا الدقيق مع النشا والملح. النشا بيدي هشاشة حلوة قوي للعجينة دي يا جماعة، فجربوه إن شاء الله هيعجبكم. الخميرة بدأت زي ما حضراتكم شايفين تتفاعل وزادت معايا. أنزل عليها بنص كوباية الزبادي ونص كوباية الزيت زي ما حضراتكم شايفين، وكمان أنزل عليهم بالبضاية اللي معايا. أقلب مكوناتي دي كويس جدا، تختلط كل المكونات مع بعض يا جماعة. وبعدين أجيب الدقيق معايا اللي أنا ضفت عليه النشا والملح زي ما قلت لحضراتكم، وأنزل عليه بالمكونات السائلة دي كلها، وأبتدي أخلط المكونات مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. أفضي بس كل السوائل كويس، وبعدين أبتدي أخلط زي ما قلت لحضراتكم. نخلط بإيدينا الأول أو بالسباتيولا زي ما حضراتكم تحبوا. طبعا لو عندي عجان هيوفر عليا الخطوة دي جدا، لكن مفيش مشكلة خالص ان انا اشتغل العجينة دي بايديا، النتيجة بتكون هايلة جدا يا جماعة بإذن الله. ابتدي بقى اعجن المكونات دي كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. انا طبعا هنا ضفت ال4 كوبايات ونص مرة واحدة يا جماعة، لان انا عارفة نوعية الدقيق اللي انا بشتغل بيه ومجرباه مرات كتير. لكن انتوا زي ما قلت لكم 4 كوبايات ونص على جنب، هتبتدي تضيفيه بالتدريج شوية بشوية. ضفت هنا الزبدة اللي معايا، وهبتدي برضو اخلطها مع العجينة بتاعتي. والزبدة هنا برضو بتدي طراوة حلوة جدا جدا يا جماعة للعجينة. فجربوها وصدقوني هتعجبكم قوي قوي. عملنا مع بعض قبل كده عجينة بالزبدة برضو يا جماعة، هتلاقوها موجودة على القناة. عجينة هشة وقطنية، فسواء العجينة دي أو العجينة دي أي عجين بيدخل فيها الزبدة يا جماعة بتكون حلوة جدا. عجلنا العجينة زي ما حضراتكم شايفين كويس جدا حوالي 5 دقايق، ونغطيها في مكان دافي ونسيبها تخمر. ونيجي بقى للحشوات. أنا عندي هنا جبنة شيدر قطعتها مربعات كده زي ما حضراتكم شايفين، وعندي برضو تركي مدخن او لانشون اللي تحبوه، قطعته برضو بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهنزل عليه بشوية من الجبنة الموتزاريلا.
طبعا الحشوة زي ما تحبي تعمليها اعمليها. انا عندي هنا برضو دي لحمة متعصجة ببصلاية متوسطة وحوالي ربع كيلو من اللحمة. ضفتهم الاتنين مع بعض مع شوية ملح وشوية فلفل ومعلقة من السمنة البلدي، وحطيتهم على النار يتقلبوا كويس، وغطيتهم على نار هادية وسبتها لحد ما اتعصجت كده زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبة لحشوة الحلو انا عندي هنا هحشيها بالنوتيلا، بس يفضل ان انتي تجمديها قبل ما تبتدي تشتغلي بيها علشان تعرفي تلميها جوه العجينة. خمرة العجينة معانا زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله اتضاعف حجمها ازاي. مش قادرة اقول لكم قد ايه العجينة دي سلسة معايا يا جماعة وهشة جدا. يعني جربوها وهتعجبكم ان شاء الله. نبتدي بقى نقطع في العجينة بتاعتنا بالطريقة اللي انا بعملها مع حضراتكم دي. طبعا حجم القطعة بتاعت خلية النحل زي ما تحبي اعمليها، عايزاها صغيرة، عايزاها متوسطة، عايزاها كبيرة، زي ما بتفضلي اعمليها وكله هيطلع جميل بإذن الله خالص. طبعا انا هبتدي زي ما حضراتكم شايفين كده بنقطع. انا عندي هنا بحبها حجمها متوسط، مش صغيرة ومش كبيرة. نقطع كده كل الكور احجام متساوية على قد ما نقدر علشان نجهزهم للحشوة بتاعتنا بإذن الله. طبعا زي ما قلت لكم الحشوات كتيرة جدا ومختلفة. تقدري تحشيها جبنة فيتا، تقدري تحشيها جبنة مربعات، جبنة كريمي، تقدري تحشيها خلطة بيتزا هتبقى حلوة جدا، بسطرمة وزيتون، جبنة تركي وبسطرمة. نوعي جبنة فيتا ونعناع، نوعي زي ما انت عايزة، واي حشوة موجودة عندك في البيت تقدري تعمليها وهتبقى عشاء جميل جدا او فطار جميل جدا للولاد. دهنت صينية خبز زي ما حضراتكم شايفين كده بالزبدة كويس، وهنبتدي بقى نشكل عجينتنا ونحشيها مع بعض زي ما حضراتكم شايفين كده. انا باخد الاول من الحشوة اللانشون والجبنات اللي انا عملتها مع حضراتكم، ابتدي اقفل واتاكد كويس ان عجينتي اتقفلت من تحت يا جماعه، واكورها كده وارصها. اسيب فراغات زي ما بشاور لحضراتكم كده من الاربع اتجاهات، لانها لسه طبعا هتزيد بالتخمير وهتزيد كمان في الخبز، فنديها مساحتها يا جماعه علشان تستوي وتخمر كويس. ونتأكد يا جماعة ان احنا قفلنا الكور بتاعة الخلية بتاعتي كويس جدا على الحشوة اللي حطيناها، علشان ما تفتحش زي ما قلت لحضراتكم مني وقت التخمير والخبز، وبيبقى طبعا شكلها في الوقت ده مش ظريف خالص. نقفل زي ما قلنا كويس، ونظبط الكورة بتاعتنا بحيث يبقى شكلها دائري كده ومنسق، علشان وقت ما تتقدم تبقى برضو حلوة وشيك معايا. ممكن برضو نحشي باللحمة المتعصجة اللي قلت لحضراتكم عليها. شكلي بقى الحشوة زي ما يعجبك، ومش شرط خالص تلتزمي بالحشوة دي. ممكن تحشيها جبنة فيتا ونعناع، ممكن تحشيها جبنة تركي وبسطرمة، ممكن تحشيها يعني خلطة بيتزا. اللي انت حباه احشيه وهتطلع النتيجة هايلة جدا. خلصنا كل الكمية بتاعة الحادق، هنسيبها تخمر حوالي نص ساعة ونرجع لها تاني بعد التخمير، وطبعا نكون في الوقت ده مغطيينها. خمرت اهي معايا وشايفين ما شاء الله اتضاعف حجمها. انا عندي هنا معلقتين من الحليب مع معلقتين من الميه بفرشه كده بتاعتي، وابتدي ادهن السطح بتاع الكرات بتاعتي بخفه يا جماعه علشان ما اخرجش التخمير اللي انا دخلته لها. لو عندك ازازه بتستعمليها لبخ اي ميه في المطبخ تكون نظيفه وللغرض ده، تقدري تستعمليها وترشي الوش بتاع الخليه بتاعتك. هتكون في وقتها دي جميله جدا والنتيجه بتاعتها افضل كتير من الفرشه. لكن انا عملت كده المره دي لان الازازه بتاعتي باظت، فاستعملت بدلها الفرشه. هتقضي الغرض ومفيش مشكله خالص. عندنا بقى شوية سمسم محمص نقدر نرشهم كده على الوش. لو عندنا كمان حبة البركة، لو اللي عندك او اللي هياكلوا الخلية دي بيحبوها تقدري تضيفيها، بتدي برضو لون وطعم جميل قوي. لكن انا ما بيفضلوش قوي عندي حبة البركة، فاكتفيت بالسمسم بس. نرش كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين، وندخلها بقى الفرن على فرن يكون سخن على درجة حرارة 180
لحد ما تحمر عندي من فوق ومن تحت. نحشي بقى الصنف الحلو. زي ما قلت لكم نقدر نحشيها باي حاجه، نقدر نحشيها بشوكولاته، بنوتيلا، بزبده فول سوداني، باللوتس، زي ما تحبي. وبرده لازم تكون جامده، لكن انا هنا ما كانش عندي وقت ان انا اجمد النوتيلا بتاعتي، فاستعملتها وهي كده سايحه، وحشيناها بالطريقه دي زي ما حضراتكم شفتوا معايا كده. ونسيبها برده تخمر نص ساعه، وندخلها الفرن بتاخد نفس السوا. هنا انا بغطيها اهو، وجهزت معايا اول واحده. الصنف الحادق يا جماعه. جبت كده معلقتين من الزبده مع فص من الثوم المهروس، ونلمع بيه الوش. الثوم مع الزبده بيدي طعم حلو جدا يا جماعه للمعجنات. سواء خلية النحل، سواء عملتي بيتزا، اعملي مشي كده فرشة بالزبدة برضو والثوم على الأطراف، بتدي طعم حلو جدا جدا ليها. ندهن كده ونلمع بيها، لان احنا طبعا ما استعملناش بيض في الوش، استعملنا بس الحليب والميه. فنخلي دهنة الزبدة دي ان احنا نلمع بيها الوش، وفي نفس الوقت الثوم هيدي طعم حلو جدا زي ما قلت لحضراتكم. اتخبزت معايا برضو المحشية بالنوتيلا. اول ما تطلع معايا من الفرن بسقيها بالحليب المكثف. نقدر كمان نسقيها بشربات خفيف. الاتنين بيدوا نتيجة حلوة. لكن انا بالحقيقه بفضل الحليب المكثف اذا متوفر عندي، ان انا اشربها او اسقيها بيها، بتدي طعم حلو جدا يا جماعه. خلصت معانا الخليه بتاعتنا الحلو والحادق. جربوها وانا واثقه انها هتعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ودوسوا على الجرس اللي تحت الفيديو عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. وتابعوني على صفحه الفيسبوك مطبخ سيام النحاس.